بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا فريق التجارب العلمية في مدرسة الإخاء تحت إشراف الأستاذ إبراهيم مهدي. سنقوم اليوم بتجربة تكشف لنا خواص القواعد. أول حاجة عندنا هيدروكسيد الصوديوم، هي عبارة عن قاعدة، وعندنا ملح كربونات الكالسيوم وفلز الخرسين، وعندنا أيضا أوراق تباع الشمس، كواشف أزرق وأحمر، ودائرة كهربائية. سنقوم بأول تجربة، وهي معرفة ما تأثير القواعد على أوراق تباع الشمس. أولا نحضر ورق تباع الشمس الأحمر ونمسك القاعدة. ماذا نلاحظ يا إبراهيم؟ نلاحظ تغير لون تباع الشمس الأحمر إلى أزرق. أما إذا ضفنا الورقة الزرقاء ماذا نلاحظ؟ لا يحدث أي تغيير في الورقة تباع الشمس الأزرق. نقوم بالتجربة الثانية، وهي معرفة ماذا يحدث عند إضافة ملح كربونات الكالسيوم إلى القاعدة هيدروكسيد الصوديوم. نحضر أنبوب اختبار ونضيف القليل من هيدروكسيد الصوديوم، ونضيف عليه ملح كربونات الكالسيوم. ماذا ترى يا عبد المجيد؟ أنه لا يحدث أي تفاعل. لا يحدث أي تفاعل بين القاعدة والملح. سنقوم بتجربة أخرى، وهي إضافة الفلز الخرسين إلى قاعدة هيدروكسيد الصوديوم. نضيف هيدروكسيد الصوديوم ونحضر قليلا من الخرسين. هل يحدث أي تغير يا إبراهيم؟ لا يحدث أي تفاعل بين الفلز والقاعدة. ونختم بالتجربة الأخيرة، وهي تجربة التوصيل. هل القاعدة توصل الكهرباء أم لا توصل؟ أرينا يا عبد المجيد. هاي دائرة كهربائية، نضع سكان في القاعدة. نرى أن اللمبة تضيء، مما يعني أن القاعدة موصلة جيدة للكهرباء. نستنتج من هذه التجارب أن القواعد موصلة للكهرباء، وتغير لون الكاشف إلى اللون الأزرق، ولا تتفاعل مع الفلزات أو مع بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا نحن جماعة التجارب العلمية في مدارس الإخاء الثانوية بجدة أن نقدم اليوم لكم تجربتنا بعنوان خواص الأحماض. والتجربة هذه بإشراف الأستاذ إبراهيم مهدي، وتقديم الطالبان عبد الرحمن سالم عبد الهادي والطالب زياد فلنبان. أول ما سنفعله هو أن نتعرف على الأدوات التي سنستخدمها اليوم. هل تستطيع أن تعرفنا على الأدوات يا زياد؟ أول شيء عندنا أنابيب الاختبار، وحمض الهيدروكلوريك، ملح كربونات الكالسيوم، فلز الخرسين، دائرة كهربائية، وورق تباع الشمس الأزرق. أول ما سنراه في تجربتنا هو تأثير الأحماض على أوراق تباع الشمس. نضع ورقة تباع الشمس الزرقاء في الحمض. ماذا لاحظنا؟ نلاحظ تغير لون ورقة تباع الشمس من الأزرق إلى الأحمر. إذا الأحماض تحول تباع الشمس من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر. ثم سنرى إذا كانت الأحماض تتفاعل مع الأملاح والفلزات أم لا. أولا سنرى تفاعلها مع الأملاح. نأخذ أحد أنابيب الاختبار، نضع فيه بعضا من الحمض الهيدروكلوريك، ثم نضع معه بعضا من ملح الكربونات الكالسيوم. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ تصاعد غاز وفوران. إذن الأحماض تتفاعل مع الأملاح. ثم سنرى إذا كانت الأحماض تتفاعل مع الفلزات أم لا. نقوم أولا بغسل الملعقة
ثم نأخذ أنبوب اختبار آخر ونضع معه بعضا من حمض الهيدروكلوريك أيضا، ثم سنضع بعضا من فلز الخارصين مع الحمض. ماذا لاحظنا؟ نلاحظ أيضا تصاعد للغاز وفوران. هذا يعني أن الأحماض تتفاعل أيضا مع الفلزات. ثم سنرى ما إذا كانت الأحماض موصلة جيدة للكهرباء أم لا. لدينا هنا دائرة كهربائية بطارية وأسلاك للتوصيل ومصباح، ولكن هذه الدائرة مفتوحة كما ترون. فإذا وضعنا الأسلاك في الحمض وأضاء المصباح، فهذا يعني أن الحمض موصل جيد للكهرباء فقد قام بإقفال الدائرة الكهربائية. أما إذا وضعناها ولم يضيء الحمض ولم يضيء المصباح، فهذا يعني أن الحمض موصل رديء للكهرباء. نضع الأسلاك. ماذا لاحظنا؟ نلاحظ أولا أنه اللمبة ولعت، فهذا يعني أن الحمض موصل جيد للكهرباء. إذن الأحماض موصلة للكهرباء. هل لك أن تذكرنا بالخواص التي شاهدناها؟ يصير نلاحظ أنه الأحماض تتفاعل مع الأملاح والفلزات، وأنها موصل جيد للكهرباء، وتغير لون ورقة تبع الشمس من الأزرق إلى الأحمر. وهذه هي خواص الأحماض. سعدنا بمشاهدتكم للفيديو الخاص بنا، ونتمنى أن نراكم في تجارب أخرى. كانت معكم مدارس الإخاء الأهلية بجدة. شكرا.